شوف راه 30 سنتيم ديال الثلج. مشاهدينا غادي نستهلوا النشره ديالنا بخبر غير مألوف، بحيث شهدت مناطق سهول دكالة التابعه لإقليم الجديدة تساقطات ثلجيه كثيفه وغير مسبوقه فاجأت السكان المحليين واثارت موجه واسعه ودهشه واستغراب. هذه الظاهره المناخيه وصفها السكان المحليين بانها تاريخيه واستثنائيه غير مسبوقه، حيث تحولت منطقه ولاد فرج الى لوحه بيضاء. هذه المنطقه اللي كتواجد بجماعه سيدي علي بن يوسف التابعه لقياده ولاد فرج. هذه التساقطات الثلجيه الكثيفه اللي ما عرفتهاش المنطقه من قبل، بحيث تراكمات الثلوج غطت الحقول والمنازل والطرقات، بحيث عبر السكان بان هذه المشاهد هي قريبه المشاهد ديال الاطلس الكبير. كيف ما كتعرفوا دكالة معروفه بمناخها المعتدل، واكدوا عدد من السكان المنطقه ان هذه المره هي المره الاولى اللي شاهدوا فيها الثلوج في ولاد فرج، واعتبروا بان هذا الحدث تاريخي واستثنائي. المختصون في الشأن المناخي رجحوا ان التساقطات الثلجيه الكثيفه ناتجه عن اضطرابات جويه قويه وانخفاض مفاجئ في درجات الحراره، وذلك في سياق التقلبات المناخيه المتسارعه اللي باتت تفرز ظواهر غير مألوفه في مناطق لم تكن معنيه سابقا. رغم هذا الطابع الجمالي للمشهد، عبروا الفلاحين ديال المنطقه عن التخوف ديالهم من تاثير هذه البروده المفاجئه على المزروعات الموسميه، داعين الجهات المعنيه لمواكبه الوضع واتخاذ التدابير اللازمه لتفادي اي خسائر محتمله. وفي الختام، هادشي اللي وقع في دكالة كيبين بان التغيرات المناخيه كتطرح سؤال كبير على الاستعداد ديال المناطق الفلاحيه لمواجهه اي ظاهره جويه ما متوقعاش. كنتمناو اللطف من عند الله، ونتمناو تكون تعبئه شامله باش نحميو الفلاحه والناس، واي حاجه تقدر توقع في المستقبل. لهنا نكون وصلنا لنهايه النشره ديالنا. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.